أنا فخور ببلدي المغرب، وفخور بكوني مغربي وراسي عالي. علاش؟ لأن المغرب نظم أجمل وأروع وأنجح نسخة في تاريخ كأس إفريقيا للأمم. المغرب وفر 9 ملاعب عالمية بجودة عالية أقيمت فوقها مباريات الكان. وفر للفرق 24 ملعبا للتدريب، أي أن كل فريق له ملعب خاص للتدريب. وعلى مستوى الأرقام فهناك نجاح مبهر، فهذه البطولة هي الأكثر تهديفا على مر التاريخ في تاريخ البطولة، وهي الأكثر حضور جماهيري من حيث الحضور في تاريخ البطولة، وهي الأكثر تحقيقا للعائدات المالية في تاريخ البطولة. المغرب نجح في التنظيم نجاحا مبهرا يضاهي تنظيم كأس أوروبا وكأس العالم. المغرب أثبت للجميع بأن قارة إفريقيا ليست متخلفة، بل يستطيع كل إفريقي أن يفتخر بهذه البطولة التي نظمت في المغرب ويقول: نظمنا أحسن بطولة في التاريخ، بالبنيات التحتية، بالأرقام، بالعائدات، بكل شيء. والمغاربة هم كرماء، أكرموا الضياف، استقبلوهم وشجعوهم وكل شيء، لكن البعض يحاول إثبات العكس، بل يحاول التشويش على تنظيم المغرب، لأن المغرب اليوم أصبح رائدا في كرة القدم على جميع المستويات، على مستوى اللعب، على مستوى التنظيم، على مستوى البنيات التحتية، على مستوى التخطيط، في كل شيء. فيحاول الآخرون تقزيم نجاح المغرب تعبيرا عن فشلهم، وليس عن فشل المغرب. فهم فاشلون والمغرب ناجح بالأرقام والمعطيات وبشهادة الجميع. لذلك أفتخر ببلد المغرب، وفخور جدا كوني مغربي. ديما مغرب.